السؤال السادس: لا تتركيني هكذا ميتا، لا أمنح الود ولا أصرم، أوفي بما قلت ولا تندمي، إن الوفي القول لا يندم. إن شاعرنا في هذه الأبيات وبهذا الأسلوب الجميل والمعنى الغزير أظهر الشاعر صدق عاطفته وما يكنه من الحب الخالص لمن يهواها، لأنه قد افتتن بها. إن همه وسروره داءه ودواءه هي، إنه يغالب هواه الذي شفه وأنحله من جراء هجرانها الذي لا طاقة له به، وأنه يحاول حذرا زيارتها ليلا بعد تأكده من أهل الحي قد غرقوا في نوم عميق، فهو يطالبها في البيت الثاني فيقول: أوفي بما قلت ولا تندمي، فهو يطالبها بالإيفاء بالعهود. إن الوفي القول لا يندم، أي أن الوفي الذي يكون صاحب عهد صادق لا يندم على وفائه.